زهقتي من اكل البانيه وعندك صدور دجاج ومحتاره تعملي فيهم ايه؟ سمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنعمل مع بعض النهارده احلى صدور دجاج بالبطاطس. معايا صدور الدجاج غسلتها ونضفتها كويس وقطعتها بالشكل اللي انتم شايفينه كده بالسكينه، اهم حاجه السكينه ما تنزلش تحت. في البوله كوبايه زبادي، معلقتين من معجون الطماطم، معلقتين من معجون الفلفل الحار. معايا البهارات فلفل وكمون وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا ومعلقه من مرقه الدجاج البودره وملح. قلبت كل المكونات دي كلها مع بعض وتلت كوبايه زيت، حطيت في قلبها صدور الدجاج. واهم حاجه ان انا اضمن ان صدور الدجاج شربت من التتبيله. معايا بصل وبطاطس وفلفل الوان، لو مش موجود فلفل الوان ممكن فلفل اخضر عادي. نحطهم كلهم في التتبيله نسيبهم ساعتين. وانا كنت جبت الورق الزبده بتاعها، لفيته شكل النشاشة كده وربطته بالخيط من هنا وهنا وفتحته وحطيت في قلبه التتبيلة بتاعة البصل بالبطاطس بالفلفل وحطيت في قلبها صدور الدجاج. اول ما صدور الدجاج تاخد عندي وتستوي وتاخد وش وتبقى حلوة كده احط عليها جبنة موتزاريلا. وهنا كانت شاربة تتبيلة وكانت طالعة مستوية. وتصدقوني البطاطس هتستوي معاكم. لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا صفحة اكل بيتي، اتمنى انكم تتابعوني والف هنا وشفا.